سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيو لو من ريو عرستي give me one sec لو من ريو عرستي أزي قداسي أبجو بوليتيكا ناي عالم نفسه كفنا أبزوان زي كنفلطلون كنمهارلون نغيليون السدما مچم أمريكا زيت اليوم حقرات ويكا مسناتا قبابن مسناتا أكايدا ناي بوليتيكا يكون ناي كالي قطباو ربحاتات زي الساني حقرات بخمي كم تقدن زي تفلطقت اللو تغوليهم حنت كابتن بتدقاقام قداي ناي إقادا ناي أمريكا زنبرت إيران أبز حلفوان أكال ناي بريكس بمخان كم استمرتت تي بريجات ويكا تعدلت دما درو وتسيت كم تعلا كم زجمري شاينا دما جزيان ساعتن كي باخنت دحرتو على بريكس بغطا حر عبينا بليون دولارز ديل مش إيران جيرالا إذا ديل زجن أزيا قدا سنزلوي بجو بوليتيكا كنري خلنا هذا نسيو كالاي دما أكال نايت بريكس كوينا زاتو السعودية ونتخونت ببليون زتمن بيزنس قدم أمريكا كابلو من تصبح نابلت زي هابتا زنبرت تكنولوجي عدلن كاب تشاينا كترغبو تمتاطر كم لكن رينا أبز كونتات زي نقدي أب كاب هاجر ناب هاجر زقبر نقدي زعبي كفالنا تلعل 7% بين أمريكا دولار يدسالت نزو سجيروم كالمان قد جيروم علو الزدما نأمريكا تزعبي مغصعنا تويكا اقداخ تقبر الكخلا كينوتي بخالو تقبره بدولار تقبر بدولار نخي تنقد كالو تقراتن تكالاتن بدولار بس ها نخي نقدا سلازي عطوات زعبي حيلنا طاوينيرو نزون كسقرو كم زخالا كرينا شوف بتعمى قداس حبريتا زلويا بليس لا يقبروا عبنا تكنولوجي قدم كنرينا بز فيديو زي نزي channel support قبرنا بلنا. Let's start with the interesting topic. Since the end of the BRICS summit, Iran has become a member of the BRICS countries as it wished. In order to express its sincere desire to its eastern partners, Iran signed an extremely important infrastructure agreement with China immediately after the BRICS summit ended. According to the agreement, Iran will invest at least $2.7 billion in the expansion of the international airport, and Chinese companies have successfully become the sole builders of the project. So, كم نريد لنا لعل كلتنا شوعات بليون دولار وسد very strategic project يو دحرت وعل سلازي تشاينا نتن توتن حقرات بتبريكس كنذكروا خلنا نتشاينا بتخكل نخسرح ابعد الكباز غليو تشاينا اب تحتغرتي مور انفستمنت ويكا كامبانتات ناي تشاينا اب تحتغرتي زلع على تكنولوجي زلوهم سلازي زين حقرات زياتن دما عقور هابتنا ندادن كالن زلوون تحتغرتي اب عدن كهانصاز دليا زغويا زلو حقراتين سعوديا امارات كومون إيران باب أفريقيا تبتيخها إثيوبيا جبتي كومون أب لاتين أمريكا تخيط أرجنتينا كلنا زين هجرات زياتن أب تخلص عوي بروجكتات أب تقدس نزلوين إن تشاينا دما بزيو على الحدر أبيت بروجكت أب مقبار لذي إيربورت ناي ناي زعبي إيربورت ناي تنهجر بزحات هجرات بسنك جدا تغل كيلاتو زنبرت نتشاينا تبولا تشاينا دما يقاي ينرلنا. However, what is most concerning is that this time Iran's $2.7 billion infrastructure cooperation with China will use a special payment method. This method not only effectively gets rid of US sanctions, but may even accelerate the process of de-dollarization, which makes President Biden feel very scary. So, what exactly happened? تلعلو خلو أمريكا ناكلتنا بشعات بليون بروجكت لديتو هابوم كبيرا بفتسم كحسبوا يكلوني ويكا عبنا قرا يكون أنا قداس نتا لوجن عبنا قرا يكون نتك عند قداس زقبر نزي تشاينا إيران نتنقدي ويكا تسمع بخمي كل لواوت يوم إيران جنزب بدولار يا خطباب بمتاي حج رينا تزاقر كفالنا يزديل نخالو تهجرات عبا أفتقز خفض مخانين. Thank you for watching the video. Why not subscribe to Asian Topic? Let's discover more exciting projects in the world together. The United States has long imposed a series of sanctions on Iran, including restricting oil exports and cutting off Iran from the international financial system. In addition, the United States has imposed sanctions on companies that buy Iranian oil, especially those that trade in sensitive areas such as nuclear technology and military equipment. These sanctions have not only had a huge impact on Iran's economic development. كم نفلتو إيران أبتي ودرناي نيكولا أطوار سلزعتوت إسرائيل دما كم قطرو ناتي تصبعيت ويكا نوح سنتي أقدا سنة نوح سنتي عدل أيتدلينين يا سلت بلا بس مشاركتنا أوروبا أمريكا بمخان إذا هاجر زيا بتزلوا أتقطات نيكولا أطوار نخيت معبل قطبا عقما نخلم مستباهيلو إذا هاجر زيا زي تعدن قداتات كاب قدانا بقدايو زي سجاجر لانيرو سلازي بو منصر بتهاجر تيا أبن دادي يخون أبكال ولا تي نسيبي لاوز وعل نيكلور كمان نخيت معبل نخيت منشو عبد سقط قبر لازم نبرت هاجريا بسنكو دما كم تزد اللي أب درجة معبالي نبرتن أبزو وانزي مارتي بورر
مالتي بولر ويكا حد حيال زي كون بزحات حيالات أبز مسؤول زلوا جن كابزي من قرارات وتزال هجرية تمثل. But also imposed strict restrictions on companies allied with the United States. Among them, the US sanctions have also led to the stagnation of cooperation projects between Japan and Iran. As early as 2004, Iran and Japan reached an important oil agreement. According to the agreement, Japan will invest $2 billion to develop Iran's largest oil field, the Azadegan field. This oil field contains a أبزري وتذكرم كفالنا أمريكا ناي بحكي حدا جنياتاتن نتقمام قبلو نتهم مشاركتهم ويكا مسارحتهم هجرات أوروبا يكون جابان كما يجيرون كبزنس كم زهدموهم اليوم جابان أبي بروجكت ناي ندادي مخنياتو إندستريال هجر سلزخون جابان ندادي دليايو أو شأن ندادي بالله سلازي مس إيران حدا عبو علجيرا نتينا نداد عدناناتهم بحدا نكسر حمه نداد كاب كرغبو عبي إنفستمنت جيرهم نيرم برأي وعجي إزي كدايزي أب جرمن أقاتيمو تشاينا جرمن مس راشا زنبرا وعول ناي ندادي نتي مانيفاكتشرينج سيكتور ناي جرمن كمتن العلي كم زونچاف زغبر زنبره لو مدما كاف ساعات نا معالتي نان قلقله زخيزلو زدما امريكا مس راشا صقم سغاطمه نتن كلته شامبقوتات ناي ماي نورد ستريم 1 and 2 كم زي سرحو بمغبار لو جرمن اف كمي قلولا ودي قالا جابان دما قدم اب ايران تمساسال عጫ غاتي مونيرو تزغرم أمريكا بتزاور ربحهم يوحسو تنهاجرات جن كم زي مخانن يقرب. The staggering 40 billion barrels of oil reserves. Once successfully mined, it will provide a perfect solution to the energy problems that have plagued Japan for a long time. At the same time, Iran also promised to give priority to cooperation with Japan in the future Imam Khomeini Airport expansion project. However, what is surprising is that due to the continuous intervention of the United States, the oil field development projects between Japan and Iran were often affected, and eventually the cooperation had to be suspended. Later, in order to comply with the wishes of the United States, Japan also chose to abandon the project of helping Iran expand the Imam Khomeini Airport. راي وبلتنجيرا مجمريا بتنا أمريكا متدتاو نربحانا تاختبل ني جابان مس إيران كتسرح كم زي تخيل سلذي جابان كاب إيران عبر بحانا يروانتي اندستريال سيكتور ناتا ندادي بوحس من قدي كاب تبع على عدينا دو صوتو بخمين هجرات زكرا دما نتني عدنا بوتان دهر هيزن وحسنا تالوين سلذي نزل بروجكت تسكم تقط فوق جيراتات رايدي كونس نتنا ايربورت مسفح مس جابان نخسر حتى حساسي بزنبري نايكرت شو $1 بليون بروجكت عبر بروجكتيو نزون قديفاتو كلنا عندنا زغبره تسرح قديفاتهم توصو خينا እዚ ድማ ንቻይና እቲ ዝዓበየ ጸጋይ ነይሩ ቻይና ድማ ነዚያ ትደሊ ነይራ መጀመርያ ንኢራንን ንስዑድያ ንትስቃት ናይ ትጸጥታ ናይ ወታደራዊ ምትላቕ ዝነበረን ፈቲሓቶ ንኽልቲአን ድማ ኣካል ናይ ብሪክስ ጌራ ተንጥራይ ደይኮነስ ነቲ ፕሮጀክት ካልኦት ክጥቀማሉ ዘይከኣላ ኣሜሪካ ንኻልኦት ህድማ ናይ ቻይና ክትሃድማ ይደልንያ ነቲ ዘሎ ጸገም ፈቲሓ ዝበለጸ ዕድል ንነፍሳን ነተን ካልኦት ሃገራትን እያ ትፈጥር ዘላ ፀራ ናይ ኣሜሪካ تفيزو زخونكم حرر كتب ليكم اوف كورس مخنياتو نا امريكا ربحنا عاخم زطقمكم يزمسلكم ازغن نا امريكا ربحونا يكون نايتوم نزير بحازز عبر بحازلو وحدات تكالات نا امريكان تي اندستريال ميليتري اندستريال كومبلكس بحال نعزر بامبر نهزب امريكا ونزربح سلازي يكون زكوناتات زي. This series of events has complicated the prospect of cooperation between the two parties. After the suspension of cooperation with Japan, Iran also hoped to reach cooperation with Russia. In early February last year, Iran laid out a plan to modernize the airport with Russian assistance. However, in the same year, Russia was caught in a war with Ukraine and suffered severe international sanctions, which led to a sharp decline. So again, the Hernai Japan, Mizla Iran, Mizum Richa Salazena Bara, Taunko Masharatana Wih, Russia and Iran, Russia win, Nez project is a Hosarho, Madame Geranera, at the Lagabraton, Russia and Bala, Abdir Zbale, Wug, بيوكرين تسبب مسمول أوروبان عالمن قد إمام زلات الجزية كندو إنرجي كلواي كل نوايكا كندو تسقطاتن فوكسن كتباي كالتن سلزي كل المدرخ نمانيو تسريحت عن حمالتيو. In Russia's attention to the Middle East. Obviously, Russia has not enough energy to provide support for Iran's Imam Khomeini Airport project. In this context, Iran can only be forced to turn to the east and seek help from China. So, how much value will this airport project generate under the cooperation of Iran and China? It is understood that Imam Khomeini International Airport is located in the southwest of Tehran, the capital of Iran, about 25 kilometers away from the city. It is the busiest airport in Iran. Currently, the airport serves flights from 29 international airlines to 64 destinations around the world. For Iran, trust is more important than strength for China to build a project that has stalled for many years. So, كمرية زلنا نيران أزيا قداس strategic project يزي مغنياتو airport نات كتسعب airport ناتايو
اتي السوق بوز خل قرب وي كان سوق بوز خل سيرفيس دما دروتي نيرو ايربورت ابنا حنت هاجر قطباوي عبيت كامتن على اقدستيوم سلازي ازت تغرسنا ايربورتنا اكسباند تغيرو كفلايتس كمون بيزنس كما تصن خيدن عبا قداسنت هلو سلازي از بروجكت زي نيران نخسر تراي دي كونسي وحسنتو ني قدسوميو كومدما إيران بزحات المعربين هاجرات سقم سلزلوا نحدا بروجكت نهاجر كتب كلا مستهاجر استراتيجيك زمدنا نمفتار ونقدا سنة كلوي نتشاينا خب خميك انت يربح كلوي كن رينا دحريو ناف سعودية كن سجرنا very very important كل تعبيت بروجكت هنرينا وها. After all, China is world renowned for its excellent infrastructure technology. Many infrastructure projects undertaken by Chinese companies can not only be completed on time to ensure quality, but China will not impose any additional conditions. In terms of project planning, the second phase of the Imam Khomeini Airport project will be launched on an area of 410,000 hectares south of the original airport. The project includes the construction of 2 new runways and 2 new terminal buildings. The airport's terminal project is expected to begin trial operations in late September. Once the airport is fully completed, it will attract 29 international airlines and expand its flight destinations to 64. Iranian officials said that after the expansion of Imam Khomeini Airport in the future, the annual passenger throughput will increase to 40. እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ፕሮጀክት እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ምስላትን ኣብ ምጅማርን ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ኣብ ትሕቲ ቅርፃዊ ፕሮጀክት ኣብ ምስላት ዝለዓለ ዝናን ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦምን እዮም ሓደ እቲ ሳቶም ዘኽፍሉኻ ዋጋ ምስቲ ናይ ዓለም ናይ ኤውሮጳ ተን ካልኦት ሃገራት ክገብርዎ ዝኽእላ ኣዝዩ ዘዋፅእ ዓይነት ዋጋ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ዓቕሚ ሰብ ናቶም ደሞዝ ናቶም ውሑድ ስለ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናቶም ኩሉ ትኽቡኻ ዝኽእሉ ብዝሓሰረ ዋጋ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ቻይና እቲ ብዙሓት ሃገራት ዝፈትዎ ዓበይቲ ፕሮጀክትስ ወላ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ፕሮጀክትስ ክቦም ጀሚሮም ዘለው ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይተን ሃገራት ስለዘይተኣታ ምጥጥታው ስለዘይገብሩ ኤርፖርት ክሰርሑ ከለው ካልእ ዓይነት ኮንዲሽንስ ኣብ ልዕሊኻ ተፅዕኖ ይገብሩን እዮም እዚኣ ፕሮጀክት እዚኣ ስርሓዮ ተልካዮም ነታ ፕሮጀክት ሰሪሖም ኣቑሑቶም ጠሪፎም ዝኸዱ ሃገር እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ዳትስ ዋይ መብዛሕተን ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ፕሮጀክትናተን ብዋጋ ከምኡ ድማ ብዘይ ምጥጥታው ስለ ዝስራሓለን ናይ ቻይና ካምፓኒታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝበዝሐ ፕሮጀክትታት ናይ ምዕባለ ዝወስዳ ዘለዋ ብኢኮኖሚክስ ሰሪኻዮ ሃገራት ናይ ቻይና ካምፓኒታት ዝያዳ ተመረፅቲ እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዎም ብቅዓት ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ዝለዓለ ደረጃ ብቅዓት እውን ስለ ዝውንኑ እዮም million, which can bring Iran more than $700 billion in indirect benefits every year. In addition, the second phase of the Imam Khomeini Airport project will also improve the airport's security, aviation, communication, navigation, and other facilities, and enhance the airport's service level and international competitiveness. But it is worth mentioning that in the cooperation between Iran and China at the Imam Khomeini Airport, a special payment method has been adopted, the use of goods to pay for transactions. This makes the United States very worried. So what is going on? This is the most important part in this video. Please like Gabaro on this video, share Gabaro on Apkalot Abtsuo. It's very important in this channel support Gabru. Like Bumagbar, comment Bumagbar, Bahul Malatu. And Taibla Lozia, Takanda Gadasit Nabzia. Iran, the Kindiz Akil project, Abgadan, Abgalan Nera, Nukhut Kofla Army Abla. Manal Bat exactly بعين دولار تاريخ هذا ما كندوز أكل نشاينا قد كفلايت خلنا اتزبلت أمانجا دز فترة زلو زيد مان هاجرات أفريقيا تزعبي تصفى كوننز غلزيو انتي جيرو مالو أبتي مخفال شاينا انتي يدليا نتزعبي موتورناي نتناتي نتا وشتاوي industrial sector ناتا بزح ندادي زدليا أب علم تزلع على نداد تجز هاجر شاينا يا سلازم انتي أخذ قبريا شاينا نداد بجزء سلازي تعرف نتناي بروجكت واقع بغمي كتقبلها بنداد كتقبلها سلازي إيران نتشاينا فلو يجنزب كتكفلا يكونتن انتي دا نداد بهاب نسا نتتعرض نتواقع كلتا شعات بليون حرقينو كلتا شعات بليون زاكل جنزب بنداد توسط كابتا هاجر تتعرض يسرح لك سلازي ترى ناي دولار تايخونا له كابتي اب مونغو كلتين هاجرات زقبر زلو بيزنس يللو እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ፀጋና ኣፍሪካ እዩ ብኸምዚ ዘምፃ ዘለኹ ኣፍሪካውያን ዓበይቲ ፕሮጀክት ክገብሩ ገንዘብ ናይ ዶላር ሪዘርቭ የብሎምን እንታይ ግን ኣለዎም ተፈጥሯዊ ፀጋ ኣለዎም እቲ ተፈጥሯዊ ፀጋናቶም ምስተን ሃገራት ብዝበሃል ቻይና ክሰማምዑ ከለው ነቲ ፀጋ ሂብካ ኣክንዲ ሱቕ ኢልካ ነቲ ገንዘብ ንብልሽውና ገለ ዝኸውን ተመሊሱ ኣብቲ ዓድኻ ትሕቲ ቅርፂ ይስራሓልካ ስለዚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘይኮነ እቲ ተፈጥሯዊ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ዘለካ ሪሶርስ ማዕድናት ዘለካ ኮይኑ ልዕሊ እቲ ዶላርን ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ዘላ ብተደጋጋሚ እየ ዝገልፀልኩም ኣሜሪካ ንዶላር ኣብ ባንክ ናታ ኣብቲ ናታ ውሽጢ ዓዲ ብፋብሪካ ናታ እያ ተፍርዮ ወረቐት ኣፍርያ ወርቅን ነዳድን እያ ትወስድ ዘላ ኤውሮጳ ወረቀት ባዕሎም ፕሪንት ገይሮ ወረቐት ማለት እዩ ዶላር ዩሮ ወረቐት እዩ
كالي ترجم زبالة يبلون ورقات يحتيمهم وركن كالي أقدس معدناتن كاب أفريقيا مزميزهم يوسطوا سلازي نزي سجيركا وركي هيبكا تحت توسد لك تكنولوجيك توسد لك وركي هيبكا ماشينري تفتكل لك وركي هيبكا قلقتو لك ورقات هيكونن زدليكا ماشينري زدليكا نزي دمايم تزعبي كفالنا هذه بروجكت نبلا زلنا ازيا كفال ازيا ازي دمان امريكا تزلع عليه حمام رئيسك خون زغلي مغنياتو بورقتهم يوروباونكم وبورقتهم كمزبزوت صنع ربحه سلازي تطاو قبل سلازي قدا زلو. We all know, the SWIFT system is one of the tools used by the United States to impose sanctions in the international financial field. The United States can use its influence in the SWIFT system to freeze or restrict financial transactions of specific countries or entities, which may have serious economic impact on sanctioned countries or entities, and Iran is one of them. Due to the dollar's dominance in global trade, most international transactions are denominated in dollars. However, Iran has been sanctioned and isolated by the United States and other Western countries for many years, resulting in a serious shortage of its foreign exchange reserves, making it difficult to pay large amounts of US dollar cash. This greatly limits the choices of Iran's trading partners and financial institutions with other countries, and also has a negative impact on Iran's imports and exports, international investment, and the stability of the domestic foreign. So this is the most important part. نمبجحتن هجرات أفريقيا لما أبي أرايا كون زغل مغنياتو هذا تي financial institutions ويكا هذا ركب financial system على نسود من تبع سويفت يبهال سويفت دما أمريكا تقاصره تزعبي نقدر منغو هجرات دما بدولار زكاة that's why هجرات أفريقيا أو نقدر زي بلن مغنياتو دولار يبقى بدولار كل وقتا سلدي شجرة $100 زلون هجرات زيادة كنقدر يمارسها سلمتاي نعم أوروبا دي أمريكا خصدق له نوت أي شر في رغبو بوجيرم دما نتيجة أجتهم شيء كاباتهم دما ماشين رغوزي قدروا إذن حجن رياضة لناجن أنت هتجبر تخل مالتيو أجا خايبك أجا هتركب تخل أتنا مستقالات هجرات تجبر بوت أي شر في it's okay نعبنت قربا بتهجرات إيرتران إثيوبيا كنا قدام تحرقينا نعبنت سلام تزخوني رمو نتو ودب كتكام كلا نتو ودب تتكام أكن بدولار تخفلا كاب إثيوبيا زي اللي كات أجاتها توسد مالتيو أبنت يجيبكم زلوا كم السودان كم تنهجرات كينيا مس إثيوبيا تجبر ويكا كينيا مس كالي مس رواندا تجبروا بتتسقطات كات اللواوتو $2 دولار شرفي دخالد زلا على تكنولوجي كاب أفريقيا زي تروح بخدك عمل تخليها أوش تهجرات زجبر نقدجن أنت هتجبر تخليها نت تكنولوجي بمسججار نتسقى بمسججار بارتر وقت ولا تخليها زي وتعي شرفي أو وتعي شرفي كي تمركزك روسيا دما نزوا نزي تي كاب أمريكان أوروبان زوردا عاد جدا بخمس من قديات مكتوزلا وركنا دادن سلزلوا نتتدليو زلا تكنولوجي كاب هندن دحرقينو نت تكنولوجي وسيدا بتواجانا نداد زلا بداجا نداد تبوم نت تكنولوجي توسد سلازي تنقدي ندولارن أمريكا سيستمن أقوانيقا كوت أي كسرح كم تخليز نجارزلو زيادة قدامي تكفاليا نيش نرى أب next topic نحل فينا exchange market. Therefore, Iran decided to exchange its most valuable oil resources for finance, trade, and infrastructure provided by Chinese companies. This method not only saves Iran's foreign exchange expenditure, but also meets China's energy demand to a certain extent. In fact, this special payment method between Iran and China will also challenge the status of the US dollar to a certain extent. Because it not only circumvents the sanctions of the US SWIFT system, but also allows more countries to reduce the use of US dollars for cross-border transactions, achieving the goal of becoming more economically independent and So, Europe and American is the abisho comes home. ردو جيرانو سدو حنتي أبنات جنك أيكون كونك بكم. Now let's go to the most interesting project حجي كاربالكم قد يليزلهم. Please like بروا نمسكا جرجن مزنا يقدس يوحنس مدالوي نسمع. All right, so we are proceeding with the next project. Let's start now. Let's listen. In today's global technological competition, chips have become an indispensable key element of national development. As a major force in global manufacturing and technological innovation, China has been actively pursuing independent research and development and production of chip technology. However, China's development has aroused concerns in the United States, leading the United States to adopt a series of sanctions to suppress China. But now, the US government So,
أبزي وانا زي انتاي كادا لو مسيلكم حركاتي أزي أقداسي وقي كنبلا نخلينا كابزي أنا ناي أطوار ناي نفرتو كينات ناي قالك هاي مسلكم تزعبي وقي أمونغو أمريكان تشاينا نزول أبزي وانا زي ناي مايكرو تشيبس كا تشيبس بحال تزدقق كفال التكنولوجي مسالة نتقملو أب تليفونكا أب ساعتكا أب مايكروويف ناتكا كومون أب كل تكنولوجي نتقملو زلنا نتقملو تشيبس أمريكا دما نقلتوف معبالنا تشاينا سلازرايت أبز حلف 4 عامات إيفن أب جزي ترامب أب جزي بايدن ما بزرع على نهري نعم نتشاينا كافت عند أقداس زخونة تكنولوجيكال تشيبس كتقد كم زلوا غيرهم سلازي نتايوان أنا سيلهم أبي ناي تشيبس مانيفاكتشرر زخونة تشاينا تايوان مالتي نعاليهم كمون نتنا أمريكا كامبانيتات نتزرع على تشيبس زفريو نتشاينا كهبوا عطيوما تشاينا جن كل جزينا أمريكا بزح حلف عامات شوك يعتقبرا زعبي شوك ناي جزينا دما نسمع حجي. Sanctions on high-end chips are no longer limited to China, but have expanded to Middle Eastern countries, including Saudi Arabia. Not long ago, the United States announced that when exporting 2 high-end chips, A100 and H100, it will increase licensing requirements for certain customers and regions, including Saudi Arabia in the Middle East. However, at this critical moment, China's Huawei officially achieved mass production of 5G chips, and immediately reached a strategic cooperation with Saudi Arabia. In the future, it will invest $420 million to build a huge cloud data center. This decision completely So, أمريكا نخالوت هجرات تكنولوجي كتبان كلا كل جزية تتنقيقات سلامتاي مسا مودادرتا كونا سلازي تدلي سلازي اتي ولا تشاينا عبي فابريكاتات ناي تشيبس اب تشاينا تنبري اتزرقق تكنولوجي اوشت أمريكا خمز خوني امز قبرنيرم بنتارو تشاينا مستقل تف نتو تكنولوجي ناتا مهروز خدوزنا زلو كومدمات منغستي ابز حلفة عمتات اب كتشن 18 زوصو عبا اواج كرينا بزقال طفه منجدي نتو تكنولوجي كوننا كنكلالنا انتاي يبل نيرو اكلاتكا كنمنتاي جيفو لبخا بتخكل تدي سريحه كل جزء دخومي خا كوني بالنيرو انتاي مالتيو ابز مايكرو تشيبس بالتكنولوجي ابتك اندر تكنولوجي نخدمي تدي متينا كنمنتاي قلاصمنا حبيتو فركش كنبل كم نخل كنفلط لنا بمبال نتن كامباينتات نا تشاينا ابي انفستمنتن عبد الرخيتن بمقبار ابز تكنولوجي كمعبلو خمزلهم غيروم أمريكا دما تقلطف قزقاسنا تشاينا سلازرايو كحصروهم يفتنون يرم استفل عليه قراتات غيرهم نساتهم جن هو ويت بهالكامبان ابزوانزي اتزلع على جنريشن ناي مايكرو تشيبس كابي افريو مبزي فلت هذا الشوك اناونسمنت غير مالو سبريت فيديو خبركم يكسب كندي نا امريكا شوك فتيرو خمزه لز مخنياتو دحرجن ان تشاينا كغدوا خمزي كلون كقواصروا خمزي كلون كمزي كلون تكنولوجي برهيلو مالو اتوددر دما امريكا قدامنا تشاينا دحراونه زبحال يلنا ابزوانزي اب مايكرو تشيبس معريومن لعليومن كغسغسهم زغلو بروف غيرهم لمالو نزيد ما يم نسعود عرب زبوازلو امريكا كتبهم زيت دلز نبرت مالتيو نسمع يا حجي بليز لايك قبروا this channel support قبروا shattered the Biden administration's sanctions plan against Saudi Arabia. So, why does the United States restrict the export of high-end chips to Middle Eastern countries? What cooperation and development opportunities will China bring to Saudi Arabia? Thank you for watching the video. Why not subscribe to Asian Topic? Let's discover more exciting projects in the world together. As we all know, Saudi Arabia is a country with rich oil resources. It is based on these resources that the United States has established a close relationship with Saudi Arabia. Over the years, Saudi Arabia has amassed enormous wealth by exporting vast quantities of oil to the United States. However, this has also brought about a serious consequence, in which some American companies have mastered the Saudi oil industry, including exploration, extraction, refining and sales. Although Saudi Arabia has gained wealth from oil, they are highly dependent on the United States technically. Once the United States withdraws, Saudi Arabia will be in trouble. In this context, Saudi Arabia has been eager to reduce. So, كم زعمتبو ابتا قدميت كفال درانايا تشاينا مس سعودي عربيا مس ايران زغبرتنا ينداد الديل زبلنا امريكا دما تمساسالي سممعي نيروا مس سعودي عرب نعمتات زعكل نس دما نتندادناتا كم دليتا تتقم كاب سعودي عرب كوم دما سعودي عرب زدلي وتحضراوي تكنولوجيكاوي كال اكسبورت تقبرلا مالتيو سلازي ازي طبق زمدنا نيروم اتزغرم كفال ابزوانجن سعودي عرب نتمس امريكا زنبروا ابزمدنا املكت حتيتيا زعبي زمدنا مس تشاينا تقبرالا እዚ ድማ ምስ ኢራን ፀገማ ፈቲሓ ጥራይ ከያክል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ምልክት ሕቶ ሃልዩ ጥራይ ከያክል ኣብ ብሪክስ ብምእታው ሕጂ ድማ ዝዓበየ ፕሮጀክት ምስ ቻይና ትገብራላ ኣሜሪካ ሓደ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ እዚ ኪንግ ሳልማን ዝኸዶ ዝነበረ ስለዘይፈተውዎ ነቲ ረቂቕ ዝኾነ ቴክኖሎጂካዊ ቺፕስ ክህብዋ ይደለዩን ኣብቲ መጀመርያ ምስ ሃብዎም እንታይ ገይሮም
ንቻይና ምስ ቻይና ዝምድና ገይሮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ምስ ቻይና ሼር ገይሮሞ ቻይና ድማ ከማዕብሉ ፀኒሖም ኣብ መወዳእታ ግን ስለ ዝጠርጠርዎም ኣሜሪካ ነቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ከምዘይ ከይድ ናብ ስዑድ ዓረብ ገይሮም ኣጊዶሞም ስዑድ ዓረብ በዛ ኣይተሓጎሱን ነዚ ድማ እዮም ሕጂ ምስ ቻይና ምስ ካምፓኒ ዋዌይ ዓብ ፕሮጀክት ዝገብሩ ዘለዉ መተካታ ነቲ ኣሜሪካ ዝኸለቶም ንኽረኽቡ እሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን reduce its dependence on oil and natural gas resources, and realize economic diversification in order to adapt to the development trend of the times, and China has become their best partner. Back in 2018, China's Huawei helped Saudi Arabia complete its first large-scale solar project. This important collaboration opens the door to renewable energy for Saudi Arabia. Subsequently, in 2021, China once again assisted Saudi Arabia in completing an important project in the 2030 Vision Red Sea New City. It is understood that Huawei has provided advanced energy storage technology, an intelligent energy management system for Red Sea. So ካብ ንሪኦ ዘለና እቲ ዓበይቲ ፕሮጀክት ስዑድ ዓረብ ትገብሮ ዘላ ስፔሻሊ ካብቲ ናይ ኤነርጂ ሴክተር ወይ ካብ ናይ ነዳዲ ወፅያ ኣብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክትገብሮ ትደልላ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ስዑድ ዓረብ ብፍሉጥ ዝለዓለ ፀጋ ዘለዎ እንታይ እዩ ፀሓይ ተዓዲ ምድረ በዳን መዓት ፀሓይን እዩ ዘለዎም ነዚ ፀሓይ እዚ ከመይ ጌርካ ስቶር ጌርካ ኤነርጂ ትቕይሮ ምክንያቱ ነዳዲ ክውዳይ ሓደ መዓልቲ ከመይ ጌርካ ካብኡ ናብቲ ግሪን ኤነርጂ ክንሰግር ንኽእል እሞ በቲ ዘለና ፀጋ ድማ ንቅድሚት ክንጥቀመሉ ንኽእል ቻይና ድማ ኣብዚ ግሪን ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ ስጉምቲ ንቅድሚት ዝኸደት ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ዳትስ ዋይ ነቲ ዘለዎም ፀሓይ ብሶላር ጌርካ ተጠቂምካ ነቲ ኤነርጂ ስቶር ጌርካ ከመይ ጌርካ ንውሽጣዊ መዓለኻ ነቲ ነዳዲ ክሸጦ ትኽእል ነቲ ዘለካ ወደዳዲ ትሸይጥ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ግን በቲ ፀሓይ ዘለካ ክትጥቀም ትኽእል ስለዚ ነዚ ቴክኖሎጂ ድማ ዓቢ ሓገዝ ትገብረላ ኣላ ንሃገር ስዑድ ዓረብ ቻይና ማለት እዩ ኣብቲ ዓውድቲ ዓቢ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዳ ስለ ዘላ New City, making great contributions to building a green and smart city in Saudi Arabia. As China's influence in the Middle East gradually expands, the United States feels its position is being challenged and at the same time recognizes the threat from China. In order to limit Saudi Arabia's approach to Eastern countries and re-establish its influence in the region, the United States has recently imposed a series of sanctions on Saudi Arabia. Among them, Nvidia and AMD, two high-performance AI chip manufacturers, will restrict the export of their top products to Saudi Arabia, including A100 and H100 chips. In fact, Saudi Arabia has some development plans in the field of new energy, so the demand for chips is not urgent for the time being. So why is the United States banning the export of these advanced AI chips to Saudi Arabia? As we all know, the United States has been expanding sanctions on Chinese chips in recent years to limit China's development in the semiconductor field. Recently, the United States has formed a semiconductor alliance with Japan and the Netherlands, which not only imposes sanctions on Chinese chips, but also prohibits the export of lithography machines to China. However, the cooperation between China and Saudi Arabia has become closer and closer, and its influence has even surpassed that of the United States, which has gradually weakened the right of the United States to speak. So ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣሜሪካ ንቻይና ብፍላይ ኣብዚ ዓውዲ ናይ ማይክሮቺፕስ advanced chips ቀንዲ ንቻይና ከመይ ጌርና ንሓፅራ ብምባል ምስተን ቀንዲ ናይ ቺፕስ ቴክኖሎጂ ዘለዎን ጃፓን ታይዋን ከምኡውን ኔዘርላንድስ ሓደ ቴክኖሎጂ ኣለዎም ኣብ ኔዘርላንድ ንቻይና ዘድልዮም ዝነበረ ነዚኦም ገይሮም ከመይ ጌርካ ንቻይና ተሓፅራ ከምኡውን ንስዑድ ዓረብ ዝተፈላለየ ማዕቀብ ገይሮምሎም ምክንያቱ ሓደ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ሼር ከይገብርዎ ካልኣይ ድማ ነዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ገለ ከፍርህዎም ከሰንብድዎም እዮም ፈቲኖም እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኮይንዋ ዘሎ ግን ስዑድ ዓረብ እቲ ቻይና ካብኣ ክትገዞ ትኽእል ወይ ከዓ ኢንቨስት ክትገብረላ ትኽእል ካብቲ ኣሜሪካ ክትገብረላ ትኽእል ኣፀቢቑ ስለዝዓቢ እዩ እዚ ድማ እዩ ንኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ሚድል ኢስት ነተን ናይ ቀደም መሻርክታት ከም ትኸስረን ዝገብራ ዘሎ ቻይና ናይ ነዳዲ ባህጊ ስለ ዘለዋ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ክትገብር ስለትደሊ እንታይ ትገብር ኣላ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እያ ተገድሰን ኣሜሪካ ብዙሕ ኣይሰርሑን እዮም ካምፓኒታት ናቶም ክቡራት እዮም ስለዚ ዋላ እቲ ፕሮጀክት ተደለኻይ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ክቡር ስለዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ሚድል ኢስት ኣይክልዎን እየን ተመሳሳሊ ቴክኖሎጂ ወይ ካብኡ ዝበለፅ ቴክኖሎጂ ብኣዝዩ ርትዓዊ ዋጋ ኣብ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናትካ ምትእትታው ከይገበረት ክትገብር ትኽእል ሃገርን ካምፓኒታትን ኣበየን ዝርከባ ኣብ ቻይና እየን ዝርከባ ዳትስ ዋይ ኣሜሪካ ዝበለት ተበለት መጠንቀቕታን ተገበረት ምፍራሕ ተገበረት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡውን ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ወይ ከዓ ሚድል ኢስት ማለት እዩ ናብ ቻይና ምኻደን ኣይተረፈን ዋላተን ዓበይቲ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ዝነበረን ኢማራት እውን እንተኾና ንኣሜሪካ ሕቆ ሂበን ናብ ቻይናን ናብ ፅልዋ ናይ ብሪክስን ክኸዳሪናየን ኢና እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንቐፅል ሕጂ Speak in Saudi Arabia. In May of this year, the United States issued a warning to Saudi Arabia, asking it to stay away from China and Russia, otherwise it will be regarded as destroying relations with the United States. However, Saudi Arabia has chosen to ignore US warnings, further strengthening trade ties with China and Russia, and successfully joining the China-dominated BRICS group last month. In fact, this behavior of Saudi Arabia has already aroused the concern of the United States.
Moreover, the United States exports a large number of high-end chips to Saudi Arabia every year. Once Saudi Arabia resells these chips to China and gives China enough time to conduct in-depth research, the US's dominant position in the chip field will face the risk of being replaced by China. Therefore, after several meetings and discussions, the أمريكا أبزوانزي أبن السعودية كتفراره تغل كل نجار تجبرون تزاربون على تسأجمنا تاجن تقدمنا السعودية كتفرارها خلا مبزحت جزي وتهدروا حاجة سلة تجبر لازم نبرتها سلمتها خو تهدروا حاجة زي اللي أنا السعودية مخنياته أبتا في تازلا إيران مسا كل جزي وتهدروا متفنان سلزنا بروم أبزوان زجن سعود عرب مس إيران فتحات ترايك يكون مس إسرائيل ونزمدنا من محياشة تركب زلا سلازي التميد إيست زبهال مع كلاي مبرق زبهال عبيت هجرات أو زلوا أجن فتحنين نا أمريكا وتهدروا حاجات كن أيدلين نيو سلازي مس تشاينا زجبرو زمدنا أب تكنولوجين أب حبتن زتمركوسة كمخانمة تا أمريكا خد جبرت خل مفررها يكون حاجات تدلعينته ناقودة سلازي خده تشاينا دما كل أمريكا كتبهم تغل بزبالة بزحاسرن كتبهم سلا تغل نتشاينا كمورتو نرلنا مالتيو. The United States finally decided to ban the export of its advanced AI chips to Saudi Arabia. But it is worth mentioning that the United States originally hoped through this measure to force Saudi Arabia to abandon its cooperation with China and re-evaluate their relationship. However, what is surprising is that China's Huawei has reached a strategic cooperation with Saudi Arabia. حنت زرباكس معكم أبزي وانزي أب تويتر ترندي قيناز نبرت ويكا فايرال قيناز نبرت نقوسنا السعودية أب حدا كونفرنس عرب نتاي قبل تسمعي سمعوه. This is very very important message. أنا أعتقد one second. نحن كالي كم حدش كم تعلكمي اسكن دي الناس معكم تنهو. Invest $420 million in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, to open a cloud data center in the future, aiming to expand their online service products in the Middle East and North Africa. According to our understanding, إن أوروبا الجديدة. سمعوا هجي. This is very very important message. أنا أعتقد إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. انتهي بلالو انا زمنيو اي ثينك انا عرب قال كونفرنسينيرو بزحت امريكاوين شركه قبروا يلهو ناتي حلمي ويناتي راي ويناتي حسابي بلالو از ميدل ايست زبحال حدش اوروبا هنغبرينا يبلالو حدش اوروبا اتناي كرم اوروبا زبحال زلو ابز ميدل ايست مع كلاي مبرا اب غربيتنا انا نزارب زلنا ديس بيج ستيب نسمعيو انتهي مالتيو زربات رايقنا يكون نسمعوا وجه. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. أبز ما تقول حمشت عامتي بلالو سعود عرب كاله هجر كتكونيا كومبليت كتكير يا بلالو بحرين كومبليت كتكير يا حمشت عامتي بلالو كويت كومبليت يقضي أزو بحجة جمرة يكون حجة وريدا مغيار زلوين كومون اتا ولا ببوليتيكا زين السماء مع زلنا قطر ونتخونت دحر حمشت عامت أبكال درجة قد بتسيها سمعوا عب كونفرنسنا عربي نيروزي. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا. انتهي بلالو كمون إمارات الله درهم مش عامت قبس الله ولا عراق ونتخون زين هاجرازيات أبز ما تزلوا حمش عامت كال هاجر كنقبرنا لنا أبز ما 3 عامت دما تزعبي حلمناتنا كنقبرنا انتهي بلا ما لهجي سمعوه أبتكبر ونشرح له سلو زي اللي دم سالكم زي لهجي سمعوه أنا بقولكي ناتي وج زي بقولك أو وج ناتي كوني بلا سمعوه. السنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. سنتهي بلالو innovation زي ناتي ولقاو وقناتي ابي وتي نزخير اخوك موت هيدلني
ስለዚህ ፐርሰናል ናተይ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሲደ የደለኹ እዚ ዞባናትና ኣብ ዓለም ቀዳማይ ክፋል ናይ ዓለም መራሒ ናይ ዓለም ዝዓበየ ናይ ቁጠባ ማዕከል ናይ ዓለም ከይኮነ ኣይክመውት ነየ ዲስ ውልቃዊ ሓላፍነተይን ውልቃዊ ውግአይን እዩ ብምባል really ንምሉእ ዓረብ ኣብ ትዊተር ትሬንድ ቶፒክ ነይሩ and ምስ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮጀክት ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ it makes sense they are working on this project day and night and ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ብጣዕሚ ንዑ ፕሩፍ ዝገብር እዩ ንሽተይ ሪና with 1,000 local partners and 2,000 startups to provide a full range of cloud computing services. It can be seen that the investment scale of China's Huawei in Saudi Arabia is quite large. However, what worries the United States even more is that China's influence in Middle Eastern countries has gradually surpassed that of the United States. In recent years, the United States has continued to exert pressure on Middle Eastern countries, but unexpectedly, Chinese companies have found some opportunities in the Middle East market, and most of these opportunities were created by the United States. Taking 2017 as an example, Saudi Arabia plans to invest $80 billion to build a nuclear power plant in the eastern region. However, the United States has been obstructing Saudi Arabia's implementation of the project on the grounds that nuclear power plants may cause damage to the environment and endanger human safety. In addition, the United States has also imposed strict restrictions on Saudi uranium enrichment activities, and even does not support uranium enrichment activities on Saudi territory. This series of restrictive measures has prevented the Saudi nuclear power plant project from being realized so far, and more than 6 years have passed. Compared with the different attitude of the United States, China has provided a lot of important support. So, هذا زعبي نطبع بزا فيديو كزاربكم دليل نبركو زيايا أبز حلفة عمتات كم زناي سولار انرجيز دلي وزلو سعوديا نيوكليراوي ساعات ون كجبرو بروجكت أبتعدهم 8 بليون زعكل جنزب ينفسجرهم نا أمريكا كتحق جزاب كاكل تسمين 16 يلمنوان يرم أمريكا جنة تكنولوجيتي أبها ميدل إيست كبس أحسن لدي دليو أب عرب خيس لدي دليو كم زدو خمس دنابلت كساب حجة هبطو منيرا إز project إز بمولو دما مش China خسر حوته وعيلو مالو this is massive project in China massive success in China أبتي Middle East تروح بزلا بفلاي درو ناي إسراتات 3 بليون ديلس جيرالا China مس سعود عرب already إز توساخ project حجز مازازلو دما اتزعب يسقم تنغدميتيو سلازم تاين رلنا China أبتزوباتي عبر بحلوة سلازم مش China زولو partnership كينو أبتك أي بعرف أبتك بيرشيان جالف تزعبي بروجكت China حيزاتولا نكرنا أفريقيا هم تخلنا أبتبي عبيت بروجكت سلوا أبدو بتعب بروجكت لوا مسير تراس بمعي قبر له من السودان وني حسبني يرم عبي بوتاني يروون زحمة في شوش كوين نمبر سلازي China is controlling most of the most important part بفلا يتأجتات نزلون أجرات كم عالتنا معالتي إنها بحثوا تتخيل لا الزدما نا أمريكا دك أزغليو زعبا China بسوء ترى راح كبرت سمعون لهم الزدما أمريت سعرت يقاطمهم سلازل ترايو سلازي إذا project إذا حساب إذا تمرتزي فليتكم أب عالمنا كما يقايد له geopolitics عالم business عالم economy عالم كما يقايد له شركناتات نبي جزء يخدلوا نخنفلت يزجبروا زلوا please support جبروا this channel like جبروا this video ناتكم ريتون ناتكم حسابات زجودة ما عرمتان تلو بحنات من جدي أبت فيديو قدف نابلكو نايلو معرستي أبتخ قتلكمي مزياناي قدس يوحنس زل هذا ما قتلكمي ناتكم support واتر ناتم حسنكو تصبغي مني لكم ciao